السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحشتوني حبايبي كتير كتير. جايالكم النهاردة بفيديو جامد جدا. النهاردة هنعمل مع بعض طريقة عمل الكوسة بالبشاميل. ايوه، الكوسة بالبشاميل. بس اهم حاجة نصلي ونسلم على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. متنسونيش باللايك الجميل عشان ده بيشجعني ان انا اعمل لكم اكلات دايما، واتمنى انها تعجبكم. طريقة سهلة جدا وهتعجبكم، لذيذة ومغذية. دلوقتي احنا بنجيب الكوسة وبنقطعها شرايح بالشكل اللي انتوا شايفينه كده معايا، طبعا مع شوية زيت بسيط خالص. بنبتدي ان احنا نقلبها على الناحيتين لغاية لما يدي معانا اللون الذهبي الحلو ده. وده كده بعد ما عملت الكمية كلها. يا دوب جبت كام قرن فلفل كمان علشان خاطر يدي طعم لاكلتنا النهارده. قليته يا دوب ان هو يطرى معانا، وبعدين ده هنحطه مع الحشو. طبعا نكون مجهزين معانا، بنجيب اللحمه المفرومه انا عملتها وشوحتها بشويه بصل. وانا كان عندي القالب ده اللي انتوا شايفينه، ورصيت فيه الكوسه بالطولي كده بالشكل ده. وبعدين هنحط الحشوه بتاعتنا اللي هي اللحمه المفرومه، وهنحط باقي كمية الكوسة، وهنحط معاها البشاميل. طبعا البشاميل طريقته سهلة جدا. انا بعمله ب5 معالق دقيق بشوحهم بمعلقتين زبدة او سمنة، وبحط معاه مكعب مرقة، وطبعا بحط نص كيلو لبن وقلبيه كويس جدا. وممكن لو حابة شوية مية بسيط مفيش مشكلة، شوية فلفل اسود وشوية ملح، هيطلع معاكي بشاميل خرافة بصراحة. دلوقتي انا حطيت البشاميل على الوش بالشكل ده. وطبعا عشان شكل القالب فانا ببتدي ان انا اظبطه في القالب علشان خاطر يدي شكل القالب بالظبط. وكان عندي بضايه كده يا دوب ربيتها كويس، وحطيت عليها شويه فلفل اسود بسيط عشان خاطر بس زفاره البيض، ورصيتها على الوش. وده الشكل النهائي زي ما انتم شايفين كده. كان تحفه بصراحه، كان طاجن جامد جدا. بس النهارده انا عملته في القالب ده، طبعا من حيث التغيير، لان انا دايما بعمله في صينيه او اللي هو البايركس، لكن انا النهارده حبيت ان انا اغير وعملته في القالب ده من حيث التجديد. وده كان شكله النهائي زي ما انتم شايفينه كده. كان بصراحه كان تحفه يا جماعه، وطعمه كان لذيذ جدا، وكمان البشاميل بتاعه كان هش جدا زي ما انتم شايفين كده. انا حبيت ان انا تفاصيله كمان اكون معاكم. ما تنسونيش دايما تدعموني باللايك الجميل بتاعكم، ونصلي ونسلم على سيدنا محمد عليه افضل الصلاة والسلام. زي ما انتوا شايفين كده بصراحة يعني تسلم ايديا على احلى طاجن انا عملته. جربيه بالطريقة دي وبجد مش هتندمي، هيعجبك جدا وهيعجب اسرتك كلها.